السلام عليكم. في بغداد أعلنت نقابة الفنانين العراقيين عن وفاة الفنانة العراقية ميلاد سري، وسط حزن حقيقة عم جميع الأوساط الفنية، وأيضا كل الفنانين حزنوا، وأيضا حتى الجمهور العراقي اللي دائما رافع راسنا بكل شيء أيضا حزن، وكثير من الفنانين علقوا. الكل يعرف انه فنانة ميلاد سري واحدة من الفنانات اللي كان لها بصمة حقيقية بالدراما العراقية. عانت ما عانت هاي الفنانة، حاربت حتى توصل، حاولت ايش قد ما تقدر انه هي تكافح هذا المرض، تناضل من اجل البقاء. سافرت ورجعت، تعالجت ورجع لها المرض، تعالجت ورجع لها المرض. للأسف كانت تطلع خارج العراق تتعالج لأنه ماكو علاج بالبلد. ما أعرف إذا كانت وزارة الثقافة على قيد الحياة أم هي في سبات، لا أعرف الحقيقة. ميلاد سري تعتبر أول فنانة عراقية حاورتها بال2016 في برنامج صباح الديار. كانت من أروع ما يمكن أن أنا في بداية دخولي للإعلام، وهي تقف إلى جانبي وتلبي دعوتي وبكل تواضع. فما أنسى لها هذا الموقف إطلاقا، أن فنانة عراقية وأنا في بداية دخولي إلى الإعلام تجيني وتكون ضيفتي وتدعمني وتساندني، وإلها مواقف هواية. أوكي، الله يرحمها برحمته الواسعة. أتمنى الاهتمام بشريحة الفنانين، أتمنى الاهتمام بالفنان العراقي، أتمنى الاهتمام بمرضى السرطان. كنت أتوقع أن يكون لميلاد سري تشييع أقوى، كنت أتوقع أشوف حضور أقوى، يعني كنت أتوقع يكون غير اللي شفته، لأنه ميلاد تستحق. ميلاد فنانة عراقية قدمت أدوار ما أجملها، وموردة كل العالم تحبها. طيبة، متواضعة، بسيطة، ما تتكبر بالتعامل. والله العظيم يعني شنو أحكيكم عنها؟ أكثر ما أريد أقول عنها، كانت فعلا فنانة متواضعة. ما فد يوم أحد دق بابها وردته، ودخل على صفحات على الفيسبوك كلها عبارة عن نشر لمساعدات وفقراء وناس محتاجة وكذا وكذا وكذا. تركت أثر طيب بنفوسنا. رحيلها مبكر، يعني بعد هي شابة، بعد هي عندها طموحات، بعد هي عندها أحلام، عندها أهداف، لكن هذه سنة الحياة وهذا أجلها وهذا يومها، وكنا مكتوب لنا يوم معين راح نغادر بهذه الحياة. الله يرحمه برحمته الواسعة، وإن شاء الله يا رب الله يحفظ كل فنانين العراقيين، والله يشافي كل الفنانين. الرحمة والغفران لروح الفنانة ميلاد سري، والله ينور قبرها ويرزقها الفردوس الأعلى، ويا رب إن شاء الله ترتاح من في هذا الأجل، وترتاح من المرض، لأنه فعلا تعبت. يعني اللي يريد يعرف ايش قد تعبت يروح يسأل الفنانة بيداء رشيد، راح تسولف له ايش قد حاربت وعانت هذه الفنانة. أتمنى من الكل اللي يشاهد هذا الفيديو أنه يقرأ لها الفاتحة ويترحم لها، لأنه ميلاد إنسانة حقيقية كانت. شكرا لكم.